السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم العزاء لأهلي وأحبابي في ليبيا وفي المغرب، عظم الله أجركم وأعقبكم خيرا. وصديقتي الصدوقة من ليبيا اللي كانت متابعة معي القناة منذ الأيام الأولى للقناة، وآخر تعليق لها كان من قبل 10 أيام. إذا كنت تسمعين الآن رجاء طمئنين عليك رجاء. رؤية اليوم تخص الأمة العربية بصفة عامة، وتخص بلاد الحرمين الشريفين بصفة خاصة، لأن الله سبحانه وتعالى حبى الوطن العربي بكثير من الثروات والخيرات. لابد أن يكون هناك كثير من الطامعين الذين يطمعون في ثروات هذا الوطن. كنا دائما أو كثيرا نسمع عوام الناس يتحدثون على أن أمريكا هو العدو الوحيد الأكبر لهذا الوطن العربي أو لهذه الأمة، ولكن في هذه الرؤية يكشف الله سبحانه وتعالى لنا عدوا آخر ربما لا يعلم عنه الكثير. عن عبد الرحمن بن جبير قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها وبكى بعضهم لبعض، فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك؟ وهذا يوم قد أعز الله فيه الإسلام وأهله. فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة ظاهرة قاهرة لهم الملك، أضاعوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. فماذا لو رآنا أبا الدرداء الآن؟ ماذا لو رأى ما صرنا إليه؟ رؤية اليوم رآها شاب من خارج المملكة العربية السعودية، يقول: رأيت كأني في مكة المكرمة، وكأن هناك دعاة يعطون الدروس، وكان هناك من يمكرون بهم، كانوا شباب ثم قاموا بضرب هؤلاء الدعاة. ثم بعدها رأيت كثير من النساء منتشرات بكثرة، كاسيات عاريات. ثم نظرت بعدها فرأيت طفل بعيون الصينيين، فقلت له: اذهب من هنا، مكانك ليس هنا. هذه الرؤية رؤية تحذيرية، وهي مقتبسة من الحديث الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، في رواية: صنفان من أمتي لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها عباد الله. لأن الرؤية في مكة، مكة هي أم القرى، يعني هذه الرؤية تشمل الأمة العربية بصفة عامة، تخص بلاد الحرمين بصفة خاصة. التحذير الأول: عندما ضرب الدعاة، هذا رمز للرجال الذين يعاونون الظلمة على ظلم عباد الله، ظلم الصالحين من عباد الله والدعاة. قال أهل العلم عن الرجال في هذا الحديث: هم أعوان الظلمة. وقال النووي رحمه الله: هم غلمان الشرطة. والتحذير الثاني هو تحذير من انتشار التبرج والسفور. التبرج والسفور الذي هو من أكبر الأسباب فساد هذا المجتمع. ثم رأى طفل بعيون الصينيين، هذا الطفل يرمز للعداوة ويرمز للهم الذي ينشأ ثم يكبر شيئا فشيئا، كما قال الله سبحانه وتعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. يظهر لنا الله سبحانه وتعالى أن هذه العداوة قادمة إلينا من الصين. ومعنى أنه بعيون الصينيين يعني موضع البصر، أنهم يضعون أعينهم على خيرات هذا الوطن. هذا مخطط له أمد طويل، مخطط طويل المدى، والذي يعقوه بعد ذلك وضع اليد، يعني التملك والتمكن. ومعنى أنه نهره وقال له: اذهب من هنا، مكانك ليس هنا، لأن الرأي اسمه عبد الله، فهو رمز لكل من عبد الله بحق، فأنار الله بصيرته وكشف له حقيقة مكرهم، وليس كمن هو عبد الدينار وعبد الدرهم، لا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، يعني خاب وخسر، وإذا أصابه قليل من الأذى شوكة تصيبه فلا يستطيع أن يدفع أذاها عن نفسه، دليل على شدة الذل والهوان. فنجد الحل للنجاة من كل هذه المهالك هو العودة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والعمل بشرع الله سبحانه وتعالى. فلنبدأ نطبق شرع الله في أنفسنا وفي بيوتنا وفي أهلنا، لعلنا ننجو بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.